صافي كلشي بان، صبر حتى عيا وخرج ليها نيشان. قال لهم انا بغيت ناخد النفط الايراني كيما درت في فنزويلا. يعني هاد السيد ما غرضه لا في الشعب الايراني لا في قلب النظام لا في حتى حاجه. هاد السيد تيعرف لغه وحده، لغه المال والمصالح، بل اكثر من ذلك. قال لهم اللي بغى النفط يمشي ياخدو بيديه. يعني هاد السيد كيدعو لان الناس ما تبقى تحترم لا قوانين لا حتى حاجه. عندك القوه، عندك السلاح، عندك باش، وبانت ليك في شي بلاصه واحده اخرى سير ليها وخذ. لانه كيدير هادشي وكانه تبرير لهاد الامور هادي، بل اكثر من هذا. باش تعرف بان هاد السيد هذا غرضو غير في الناس اللي عندهم العاقه واللي عندهم الفلوس، غرضو في اي وطن فيه الثروات وفيه الفلوس وكينتج وفيه النفط وفيه شي حاجه اللي غتفيدو. قال لهم بانني افكر، والمتحدثة باسم البيت الأبيض قالت لهم بأن ترامب يفكر في أن دول الخليج، يعني اللي عندها الفلوس تما وعندها النفط تما وكتستافد من الثروات اللي تما، خصها حتى هي تساهم في تغطية الخسائر ديال الحرب والنفقات ديالها. يعني هاد السيد جعل العالم يتكلم بلغة القوة وبلغة السلطوية وبلغة المصالح. يعني ما كاين لا احترام للقوانين الدولية، ما كاين لا احترام لسيادة الدول، ما كاين لا احترام لإرادة الشعوب، ما كاين حتى حاجة. هاد السيد تبان ليه فيك وتبان عندك شي ثروه جديده، او لا تكتشف شي ثروه، او لا شي بئر ديال نفط، او لا شي حقل ديال الغاز، او لا شي حاجه اللي هي كبيره اللي تجعل اللعاب ديالو انه يسيلو ويشوف بانه كاين مصالح تما. جوج ديال الحوايج: يا تقسم معاه الحصيصه وتكون تحت الامر ديالو ودير ليه داك الشي اللي بغا ويستافد، وغيجيب لك بزاف ديال المبررات: انا اللي تنحميكم، انا اللي تندير لكم، انا القوي، بغيت النفط. غايقول لك بغيت النفط كما قال لهم في كوبا: بغيت كوبا، اراها بانها جميله ودوله ساحليه وسياحيه والجو فيها رائع، بغيتها. وقال لهم سيكون لي شرف الاستيلاء. شوف، الشرف والاستيلاء تلاقاو عند هذا السيد هذا، شرف الاستيلاء على كوبا. يعني بحال هذا بنادم هذا وبحال السياسه ديال هذا السيد هذه التي لا تحتكم لا للقوانين لا للضوابط لا للاحترام لا لحتى حاجه، راه لا ثقه في عتيقه. وأظن بأن عتيقة هذا الزمان الكبرى والواضحة والباينة والمفضوحة والمفروشة، بالرغم من التبريرات، بالرغم من التصريحات، بالرغم أو لا خرج لها نيشان ولا تيقولك أنا بغيت هذا الشيء، أنا بغيت هذه الأرض، نريد نفط فنزويلا، خذ نفط فنزويلا، نريد نفط إيران، خذ النفط ديال إيران، نريد كوبا، خذ كوبا. يعني ما تيهمش الطريقه او لا كيفاش، واش شرعيه واش ماشي شرعيه، صافي بغيت غناخد. واش كاينين شي قوانين، واش كاينين شعوب عندها الحق في تقرير المصير ديالها، او لا عندها الحق في الثروه ديالها والتصرف فيها، او لا عندها الحق في كيفاش بغات الحكم يكون عندها والديمقراطيه وكل شيء؟ لا، ما كاينش. راه قال لهم غادي نترشح لمنصب رئيس فنزويلا في المستقبل. ايوا تخيل انت دابا هاد السيد لا جنسيه لا حتى حاجه، ما تزاد تما ما ارضو ما بلادو، ويقدر انه يترشح ويقدر انه يدير شي حاجه. قال لك ساكون رئيس فنزويلا الا بغيت. يعني فهم انت التسطى، وللعالم واسع النظر.